وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل القرنبيط المقلي. يلا بينا نشوف خطواتنا، هي سهلة جدا. اول حاجة بنعملها بنجيب حلة نحط فيها مية ونحط فيها معلقة ملح ومعلقة كمون، وبعدين اول ما المية بتاعتنا تغلي نبدأ ننزل القرنبيط. اول ما تتسلق هرجع اقول لكم بقية خطواتنا ايه، خليكم معايا. وبعدين طلعنا القرنبيط صفيناه وسبناه يبرد شوية، بعدين قطعناه التقطيع اللي احنا عايزينه. الحجم بقى كل واحد حسب الحجم اللي بيحبه. مقادير الوصفة بتاعتنا: عندي حزمة بقدونس وحزمة كزبرة متقطعين ومتشال العيدان بتاعتهم، متقطعين ناعم. وعندي 7 فصوص توم مهروسين. والتوابل بتاعتنا معلقة كمون كبيرة ونص معلقة فلفل اسود، وعندي معلقة ملح كبيرة، وعندي 3 بيضات، وعندي كوباية دقيق. يلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجة هجيب طبق معايا وهنزل بكوباية مية. اول حاجة معايا خالص هحط كوباية المية. تاني حاجة بنحطها، اهم حاجة الخطوة دي، ان احنا نحط الخضرة بتاعتنا. نحط الاول المية وبعد كده الخضرة، علشان الطريقة دي هتخليها مش هتكلكع معاكي. لو حطيت الدقيق، انا دلوقتي هنزل بكوباية الدقيق. بسم الله، هنزل حبة حبة كده وابدأ اقلب علشان الدقيق ما يكلكعش. لكن لو حطيتي الدقيق على المية هيكلكع منك. دي برضو يعني خطوة مهمة لازم ان انا اقولها لكم. بعد كده هنزل تاني ببقية الدقيق، نحط شوية شوية علشان ما يكلكعش معايا. انا مش عايزة افصل الكاميرا علشان البنات اللي لسه بتتعلم تعمل قرنبيط تعرف تعمل ازاي. خليكم معايا، هكمل انا بقى كمية الدقيق اللي عندي وارجع لكم تاني. انا كده خلصت خلاص الدقيق بتاعي، حطيته كله قلبته بالشكل اللي انتوا شايفينه بالهريسة التوم بتاعتنا، وهنحط التوابل بتاعتنا. بعدين هنقلبهم كلهم كده. بسم الله. اخر حاجه بننزل بيها هي البيض بتاعنا. عايزه اقول لكم ان في ناس بتحط البيض الاول وبعدين تحط عليه الميه. على فكره الطريقه دي بتطلع معاكي الوصفه زفره جدا، فنخلي بالنا من التركايه دي. نحط زي ما انا مشيت كده بنفس الترتيب، نعمل القرنبيط وبيطلع منهم زفر. ده بيض ورا الميه، البيض يتحط اخر حاجه. اقلب كل الكميه بتاعتي دي ونيجي علشان نقليه مع بعض. خليكم معايا. بعد كده الزيت بتاعي بدأ يسخن، وهنزل بالقرنبيط في الخلطة بتاعتي واقلبه كده. وبكده تكون خلصت وصفتنا. ده القرنبيط طالع بقى ايه، كريسبي جدا جدا وريحته تجن. قدمت جنبه سلطة خضراء، وقدمنا جنبيه عيش بلدي. طبعا هو ما بيتاكلش الا جنب العيش البلدي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واللي ما بيعرفش يعمل قرنبيط بعد الفيديو ده هتعلموا تعملوا قرنبيط بطعمه مميز جدا جدا. اتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه يعمل لي سبسكرايب علشان استمر معاكم. استنوني في فيديو جديد. باي باي.